انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي دخلك هنا يا يوسف؟ هو انا مش قايل لك ان انا هجيب لك الكرة؟ ايه يا ملهمين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا بجد. العيلة بدأت تكبر بيكم يا ملهمين، وبدأنا نتشاف بفضلكم انتوا بجد. شكرا لكل اخ واخت بيدعموني بلايك وكومنت وشير، بجد شكرا ليكم يا ملهمين. ولو انت جديد معانا فانضم لعيلتنا المتواضعة وحط سبسكرايب الرايق علشان تبقى جزء من العيلة. والمهم دلوقتي ان انت لو عندك قصة عايز تشاركها معايا، فكل السوشيال ميديا بتاعتي موجودة في بايو القناة. بس دلوقتي خلينا في قصة النهاردة اللي بتحكي عن أرعب المواقف اللي ممكن تحصل مع أي شخص، وبالذات لما يكون المتسبب في الرعب ده هو ابنه. فحضر قهوتك واقعد في ركن الأوضة الهادي وطفي النور، عشان انت الآن مع رعب الخميس، وبسم الله نبدأ. اللي قدامكم ده مدخل عمارة عندنا في المنطقة مشهورة باسم عمارة سبعاوي، إشارة لصاحبها الحاج ناصر السبعاوي، واللي كان عاملها سنتر دروس لطلبة إعدادي وثانوي، واللي حصل فيها حريقة ضخمة من 7 سنين راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال اللي كانوا موجودين فيها وقتها، عشان يقرر صاحبها هدمها وإعادة ترميمها قبل ما تتوقف عملية الترميم دي بسبب الحاجات الغريبة اللي حصلت للعمال اللي اشتغلوا فيها. منهم واحد وقع على دماغه حجر أنهى حياته، ومنهم واحد رمى نفسه من الدور السابع بدون مبرر، ومنهم اللي الكهرباء مسكت فيه ومات في ساعتها. ده غير اللي منهم قال إنه كان بيشوف وبيحس بوجود حاجات بتظهر وتختفي، أصوات لزمايلهم بينادوا عليهم رغم إن زمايلهم دول بيرجعوا يأكدوا إنهم ما ندهوش. وحاجات كتير زي دي خلت العمال يربطوا حوادث الوفاة والانتحار اللي حصلت بوجود عفاريت في العمارة، وبناء عليه الخبر ينتشر وتتشهر العمارة إنها مسكونة، علشان يهرب بعد كده أي مقاول أو صنايعي يشتغل في العمارة دي، وإن هي بقت خط أحمر بالنسبة لأي صنايعي أو مقاول حتى من الشغل فيها. وفضلت على هذا الحال مهجورة لفترة تتجاوز ال7 سنين، ده غير الحكاوي الكتير اللي طلعت عنها، لحد ما دخل عليا في يوم ابن يوسف منهار من العياط بسبب ان الكورة اللي بيلعب بيها هو واصحابه دخلت عمارة السبعاوي، واللي كانوا بيلعبوا معاه خايفين يدخلوا يجيبوها، لان سمعة العمارة والكلام اللي بيتقال عنها ما كانش منتشر بين الكبار وبس، لا ده حتى الأطفال يا ملهمين، الأطفال الصغيرين اللي كانوا بيخافوا يقربوا حتى منها. صعب عليا الولد وطمنته وقلت له أنا هدخل أجيبها لك، لأني أكيد هخاف على ابني، وإن أنا مش هخاف على نفسي زي ما أنا بخاف عليه. وكمان لو وصل بينا الحال إن إحنا معرفناش نجيبها وإن أنا ما دخلتش العمارة وجبتها له، فأنا هشتري له واحدة جديدة وخلاص. بس ساعتها أنا كنت يا دوب لسه جاي من الشغل، وكالعادة بنام ساعتين أول لما أجي، فقلت له سيبني أريح بس الساعتين دول وأنا هنزل أجيبها لك. كنت جاي مرهق جدا يا ملهمين يومها، وكنت فعلا محتاج ارتاح شوية، بس يشاء القدر اني يروح عليا نومة وانام من 4 العصر لحد 9 بالليل. ما صحيتش غير على صوت يوسف ابني، يا بابا بقى اصحى هاتلي الكورة زي ما قلت لي. قلت لنفسي هو يوم مش فايت وباين من اوله، الواد عنيد وما بيحط حاجة في دماغه مش بيسيبها غير اما تحصل، ولو ما جبتلوش الكورة ولا هو هينام ولا هينيمني النهارده. وعشان كده خدت الكشاف ونزلت اجيب له الكورة علشان يا ملهمين ابتدي اقرب من العمارة اللي حرفيا كان شكلها يرعب اي حد، وبدأ استجمع نفسي وان انا احاول ادخلها. وفعلا رجلت خطي اول خطوة جوه العمارة الملعونة دي. دخلت العمارة وضربت الكشاف في المدخل وبدأت ادور على الكورة، وبالفعل شفت الكورة مرمية قدامي علشان ابتدي اقرب منها بهدوء، ووطيت علشان امسكها، علشان قبل ما ايدي تلمسها يا ملهمين كانت الكورة جريت من قدامي كأن حد شاطها برجليه، علشان اتصنم في مكاني والدم ينشف في عروقي واقف استوعب ايه اللي حصل دلوقتي ده.
عدلت جسمي وبلعت ريقي، أكيد ده الهوا اللي بعدها. وبدأت أقول لنفسي اهدى، مفيش أي حاجة تاني، ما توهمش نفسك بحاجات هي مش موجودة. بس بيني وبينكم أنا كنت مرعوب، بس بطمن نفسي مش أكتر. وبدأ أجمع نفسي من أول وجديد علشان أبتدي أتحرك ناحية الكورة تاني علشان أقرب منها، ووطيت عشان أمسكها. وقبل ما أمسكها تاني يا ملهمين، الكورة تبعد من قدامي للمرة التانية. المرة دي قلبي دق من الخضة، وبلعت ريقي وحسيت إن في حاجة مش طبيعية بتحصل، وإن المرة دي أكيد مش هوا. بلعت ريقي وحسيت إن اللي حصل ده مش طبيعي، ورجعت تاني قربت منها. بس كان الخوف بدأ يدخل جوه قلبي، وجسمي بدأ يترعش، خصوصا إن أنا ورايح عليها كنت حاسس إن في حد ماشي ورايا، كأني سمعت صوت لحد زي ما يكون بيمد في خطواته وصوت نفسه بينهج. رحت ناحية الكرة بسرعة علشان أخدها وأمشي من المكان ده، بس المرة دي قبل ما أوطي عليها سمعت صوت زنة باب، أو بمعنى صح باب بيتفتح. وطلع الباب ده باب لأوضة في المدخل على إيدي الشمال بيتفتح. لفيت وشي وبصيت عليه علشان ألاقي الكورة دي للمرة التالتة بتتحرك وتدخل جوه الأوضة اللي بابها اتفتح. اتعدلت من بعد ما كنت موتي من الخوف اللي كنت حاسس بيه في جسمي، وجسمي صهد في ساعتها. لكن وجهت الكشاف ناحية الأوضة ودخلت برضه ورا الكورة، بس بخطوات تقيلة وبطيئة، لأن أنا خلاص مش قادر ولا متمكن من اللي بيحصل. الرعب مسيطر عليا، بس أنا هكمل للآخر وأشوف إيه اللي ممكن يحصل. وأول ما رجلي دخلت الأوضة الكشاف انطفى لوحده، والجو أصبح ضلمة كحل يا ملهمين. حرفيا أنا ما كنتش شايف إيدي وقتها ولا قادر أشوف أي حاجة جوه الأوضة. حاولت أشغله تاني بس لقيت إن هو عطل وبدون أي سبب، والغريب إن البطارية اللي فيه كانت لسه جديدة ملحقتش تفضى يعني. فضلت أحاول أشغل فيه بمنتهى التوتر والخوف والرعب اللي كان جوه قلبي، لكن مفيش فايدة يا ملهمين. وفي وقتها يا ملهمين كنت حاسس بوجود حد معايا في الأوضة، عشان فجأة ألاقي حاجة خبطت في وشي بطريقة مفاجئة وقعتني على الأرض. اتفزعت من الخضة وصرخت بأعلى ما فيا، لكني سمعت صوت الكورة بتتدحرج جنبي. أنا مش شايف أي حاجة، بس اللي فهمته إن الكورة اتشاطت في وشي وهي اللي وقعت على الأرض جنبي دي. قلبي فضل يدق بسرعة رهيبة وأنا من الصدمة لسه قاعد على الأرض، لأني كنت دايخ من الخبطة اللي خدتها في وشي. الخبطة اللي خدتها ولا أكن أحسن شويت في الدنيا شايطها في وشي. بقيت قاعد ولا بتحرك ولا بتكلم ولا حتى بنطق من الصدمة اللي أنا فيها. عمال أنهج وبس، بنهج لدرجة وأنا حاسس بالرئتين وهما بيتعبوا كمية ضخمة من الهواء علشان أسمع في ساعتها جملة وقفت عقلي عن التفكير وصنمتني مكاني، وهي فين الكورة يا بابا؟ ما فقتش من صدمتي غير لما سمعت الجملة دي. ده صوت ابني يوسف ابني، بس بيتكلم من بعيد، بيتعامل زي المجنون يا ملهمين. عمال ابص حواليا يمين وشمال ومش شايف اي حاجة، وهو عمال ينادي. خفت لا يكون دخل ورايا وانا مش قادر اقوم اقف في مكاني، بس هو فضل ينادي ويكرر نفس الجملة لحد ما بدأت أقاوم وأقوم أقف على رجليا. قمت ووقفت وأنا بحاول أخرج من الأوضة، بس مش شايف أي حاجة قدامي. وبدأت أدور على الحيطان اللي حواليا علشان أقدر على الأقل أحسس بإيدي على الحيطة وإن أنا أعرف أمشي في العتمة دي. كنت بحسس بإيدي لحد ما فعلا قدرت أخرج من الأوضة وأنا لسه سامع صوت يوسف بينادي. بس أخيرا استوعبت أكتشف إن الصوت اللي جاي ده جاي من فوق. كنت هتجنن، إيه اللي دخله هنا أساسا؟ كنت خايف عليه لا يصيبه أي مكروه. هو ايه اللي دخله بجد ورايا؟ الله يخرب بيتك يا يوسف، ليه يا يوسف عملت كده؟ وكان خوفي عليه اكتر من خوفي من اللي بيحصل فيا دلوقتي. طلعت على السلم اللي كان مردوم تراب وطوب من آثار الترميم وتكسير الحيطان، وبدأت خطواتي الصعبة على السلم ده. كنت حاسس برجلي وهي بتتخبط في الطوب
وبتدوس على مسامير لكن مش شايف أي حاجة، لحد ما أخيرا وصلت للدور اللي جاي منه صوت يوسف. فضلت أنادي عليه: يا يوسف يا يوسف، انت فين يا يوسف؟ علشان اسمع برضه نفس الجملة: فين الكورة يا بابا؟ رد عليا بس الصوت المرة دي كان جاي من ورا ظهري. عيني وسعت على آخرها ولفيت رقبتي بهدوء وانا بترعش علشان اشوف عيون كتير حواليا في المكان، اكن في اشخاص كتير معايا في الاوضه، عينيهم منوره، عيون في كل حته يا ملهمين، مش باين ليهم اي اجسام. مستحيل الاشكال دي تكون بشر ابدا. استوعبت اني محطوط في مكان مليان بالجن بس، وانا ويوسف لوحدنا وحوالينا كل ده. شهقت وحسيت ان لساني اتشل من الخوف. قبل ما اتحرك كانت رجلي بتغرز في الأرض كأني دايس على رملة متحركة. فضلت رجلي تنزل لتحت كأني بغرق. حاولت أصرخ بس ما قدرتش أطلع صوت، زي ما يكون في حاجة تقيلة على صدري. جالي ضيق تنفس، كنت بحاول أتنفس بس بصعوبة. الحاجة الوحيدة اللي كنت قادر أعملها وأنا عمال أعيط ومنهار وكان شاغل تفكيري في الوقت ده حاجة واحدة بس: بدل أنا بيحصل لي كده، أمال يوسف زمانه بيحصل له إيه دلوقتي؟ وأنا يا ملهمين عاجز في مكاني ومش قادر أعمل حاجة غير إن أنا أتنفس وبصعوبة كمان. كنت حاسس بعروقي وهي بتحاول تساعدني، أو بمعنى أصح بحاول أتجمع على أعصابي واستجمعها إن أنا أحاول أتحرك. وجسمي بدأ يتشد شدة وحشة أوي يا ملهمين، كأنها سكرات الموت بالظبط. فضلت أغرز لتحت لحد ما بقى نص جسمي تقريبا غرز في الحاجة اللي أنا فيها. أنا مش عارف أنا غارز في إيه. فضلت أقاوم علشان أحاول أعيش وأنقذ روحي باللي أنا فيه، وأدور على يوسف وأشوف إيه اللي حصل له. لازم ألحقه، ابني بيعاني وأنا مش عارف أعمل له حاجة ولا قادر أتحرك من اللي أنا فيه. بس كنت حاسس إن في شيء طابق على جسمي من كل اتجاه بيضغط فيا، لدرجة إني حسيت إن جسمي هيتفرتك من كتر الضغط. حاولت أقاوم بإيدي عشان أفلت أو أطلع، بس فجأة وبدون مقدمات لقيت كل اللي كنت حاسس بيه ده اختفى، ولقيت نفسي واقف بشكل طبيعي ومتحرر من كل اللي كنت فيه. حتى العيون اللي حواليا اختفت، ولا أكني كنت موهوم باللي يحصل حواليا ده، واللي أنا كنت فيه ده مش حقيقة ولا واقع، وإن أنا كنت موهوم بيه وبس. بس برضه الله أعلم أنا كنت حاسس بكل حاجة، وأكيد خوفي يعني مش هيوصلني إن أنا أخوف نفسي بالتفاصيل دي كلها. أكيد أنا مش مجنون يا ملهمين يعني. وفضلت أحرك إيدي ورجلي علشان أتأكد إن فعلا اتحررت من اللي أنا كنت فيه. ما بقتش مصدق كل اللي حصل ده كان وهم ولا حقيقي، بس لازم أمشي من هنا. بس يوسف، يوسف فين؟ الخوف اللي أنا كنت فيه نساني إن يوسف لسه موجود معايا في المكان ده. علشان أسمع بعد منها: يلا يا بابا نمشي، أنا جبت الكورة. المرة دي سمعت صوته وشفته. الغريب إن رغم الضلمة كان شكله قدامي واضح، ماسك الكورة وواقف بيبصلي. شكله كان غريب وملامحه غريبة، وكان واقف ببرود وبيبصلي، وهو تحس إن هو في حاجة غلط. علشان اقول له: يا ملهمين، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي دخلك هنا يا يوسف؟ هو انا مش قايل لك ان انا هجيب لك الكرة؟ ايه اللي دخلك ورايا؟ في وقتها يوسف مردش عليا، بس اداني ظهره ومشي من غير ما يرد عليا حتى. استغربت وجريت وراه. الغريب انه ماشي بخطوات عادية وانا بجري ومش قادر الحقه. بنادي عليه وهو مش بيرد. الموضوع وصل ان فضلت أصرخ علشان يرد عليا، وهو ولا هنا. فضل ماشي وانا بجري وراه، وهو لسه ماشي بخطواته الثابتة والباردة، بس برضه كان سريع بطريقة غريبة. والأغرب من كده إن هو مش مقدر خطورة المكان اللي احنا فيه، اللي هو رعبني أصلا. إزاي هو كطفل مش خايف من حاجة زي كده؟ وهو فضل برضه ماشي لحد ما وصل لشباك من شبابيك العمارة، ووقف قدامي ولف وشه وبصلي، وفجأة الكورة تطير من ايديه وتقع تحت. بص عليها ورجع بصلي، وفجأة يوسف راح نط من الشباك. لا يا يوسف يا يوسف، علشان اصرخ وانا بجري باسرع ما فيا ناحية الشباك. وجريت على الشباك يا ملهمين وانا بقول: لا يا يوسف يا يوسف، علشان تعدي عليا اصعب لحظة في حياتي، او ممكن تعدي في حياة
أي أب علشان عيني تشوف يوسف وهو عمال يتخبط في كل دور وبين البلكونات علشان أشوف يوسف بعد ما هيقع في الأرض ويملاها دم وخارج من بقه وودانه، وأنا واقف في مكاني متصنم مش قادر أعمل له أي حاجة. يوسف ابني ميت قدام عينيا وأنا واقف عاجز ومصدوم بس في مكاني، مش مستوعب اللي حصل ليوسف ابني. بجد هو عمل ليه كده؟ وليه عملت كده في نفسك؟ هو واقف في مكاني مش قادر استوعب اللي حصل يا ملهمين، علشان فجأة ألاقي حد بقوة غريبة يقوم زائقني من ظهري ويرميني أنا كمان من الشباك. كنت حاسس بعظمي وهو بيخبط في المواسير والحديد بتاع البلكونات في كل دور كنت بخبط فيه. كنت بتعذب وبتألم قبل ما أموت علشان بعد منها أخبط في الأرض وحرفيا الدنيا تضلم، علشان بعد منها أسمع صوت بينادي عليا، صوت ناس كتير. أنا سامع صوت بس مش واضح. هو من الواضح كده إن أنا ما متش، وشكل إن ربنا كتب لي عمر جديد علشان أفتح عيني ولقيت نفسي في بيتي وعلى سريري وحواليا الجيران بيقولوا لي انت ايه اللي دخلك العمارة يا ابو يوسف، وبدأوا يلوموا فيا على دخول العمارة الملعونة دي. ربنا كتب لي عمر جديد بس عظمي اتكسر وابني يوسف مات ولا لسه عايش. انا مش فاهم حاجة، ما كانش على لساني غير جملة واحدة، يوسف مات، يوسف مات. علشان في ساعتها يا ملهمين لقيت يوسف داخل عليا الأوضة جري وهو بيحضني سليم مفهوش خدش، علشان الناس تقول لي يوسف مين اللي مات؟ يوسف ابنك ما خرجش من البيت ولا حصل له حاجة، ابنك يوسف بخير، مالك قلقان عليه كده؟ انت شكل ان الوقعة اللي وقعتها أثرت على دماغك يا أبو يوسف ولا إيه؟ ابنك يوسف بخير وتمام ومفهوش أي حاجة، علشان وقتها الصدمة تتملك مني وفي دماغي جملة واحدة بس، بدل يوسف كويس وبخير أمال مين اللي كان في العمارة؟